السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف عاملين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى يا ربي تكونوا في احسن واحسن الاحوال. وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو كنشكركم بزاف بزاف على التتبع ديالكم، على لي كومونتيرات ديالكم الغزالين. صراحة تيفرحوني بزاف، واللي اول مره كيشوف القناه ديالي كنتمنى انكم تشاركوا وتفعلوا زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. المهم اصدقائي، كيف ما عودتكم اني كل نهار كنبقى نحكي لكم الاحداث ديال المسلسلات ديالنا المغربيه. اليوم وصلنا للحلقه 20 من مسلسل جوديا، حلقه اللي غادي تكون مشوقه بزاف، فيها بزاف ديال الاحداث، فيها بزاف ديال التغيرات في القصه. المهم اصدقائي كملوا معايا الحلقه حتى الاخير. كيف ما شفتوا انا سالت لينا الحلقه 19 فاش يعني كنزة جات وكتحاول انها تفيق فاطمه، ولكن فاطمه ما فاقتش ليها. هنايا كنزة غادي تخاف بزاف وغادي يصحاب ليها بلي صافي فاطمه ما غاديش تفيق، ولكن هي غير كثرت ليها من الدواء والمفعول ديال داك الدواء مجهد بزاف على الدواء اللي كانت كتعطيها من قبل. وفعلا غادي تبقى تحاول معها وغادي تخلع بزاف، ولكن في الاخير غادي نشوفوا ان فاطمه غادي تفيق. مني غادي تفيق اصدقائي كنزة غادي تخلع، غادي تبدا تهضر مع الصديقه ديالها هبه، وغادي تقول لها باللي هي كانت عارفه باللي هذا الشيء كامل غادي يوقع. ملي غادي تقول لها هذا الشيء هذا، فاطمه غادي تكون وراها وغادي تسمع هذا الشيء هذا، وغادي تقول لها اشنو عارفه، اشنو كنتي عارفه واشنو كتقولي انت يا وهبه. وهنايا غتبدا تحاول انها تنسيها الهضره وغتقول لها باللي غير كنت كنهضر مع هبه وما كناش كنهضروا في شي حاجه مهمه. المهم اصدقائي غادي نشوفوا في الحلقه الماجيه ان فاطمه ما غادي يوقع لها حتى شي حاجه وغادي تفيق، حيت غتكون مازال مواصله معنا في الحلقات الماجيه من مسلسل جوديا. اما بالنسبه اصدقائي جوديا غادي نشوفوا ان في الحلقه الماجيه فعلا غادي تبدا تبوحط على الحاج بن سالم، وغادي تقول له بلي الاخت ديالو قصحاتها بزاف اليد ديالو، بلي هي كتعاملها خايب، وبلي هي غير ما كتبغيش تقول هذا الشيء هذا للحاج بن سالم حيت هذيك خشو وما بغاش تخسر العلاقه بيناتهم. وهذا الشيء هذا غادي يزيد يكبر جوديا في العين ديال بن سالم، وغادي ينزل الفطومه وغادي يقول لها باش انها تبعد من مراته، وباللي ايطو هو اللي وافق باش انها تجي تعيش معاهم في الدار حتى تتزوج، حيت ما عندها حتى شي واحد، وهي الصديقه ديال جوديا، وحنايا ما عمرنا ما كنديروا الفرق ما بين الخدامه وحنايا. وداك الشيء علاش ايطو غادي تجي لهنا. وفعلا غادي نشوفوا في الحلقه الماجيه ان ايطو غادي تجي لعند جوديا للدار وغادي تعيش معاها. وفعلا غادي يلقاو مشكل بزاف مع فطومه اللي ما غاديش تكون حامله هذا الشيء هذا وغادي تبقى تعاير في ايطو، ولكن جوديا غادي تكون واقفه ليها وغادي تبقى تدافع على ايطو في كل مره. وهي جوديا دارت هذا الشيء كامل باش تزيد تغيض فطومه اكثر وكثر، وتزيد تفقسها اكثر وكثر، وتبين ليها بلي الكلمه ديالها هي اللي مشيه في الدار، وباللي هي ما عندها حتى شي كلمه. وايطو غادي نشوفوا في الحلقه الماجيه فعلا جوديا غادي تدهزها وغادي تشري لها كاع الحوايج، وغادي نشوفوا ان فعلا غادي يتزوجوا في الحلقه الماجيه هي والزبير. وغادي يكون اصدقائي حاضر كريم، وكذلك غادي تكون حاضره حتى جوديا والحاج بن سالم. وغادي نشوفوا الزبير وايطو غادي يتزوجوا وغادي يبقاو خدامين في القهوه. اما بالنسبه اصدقائي كوثر اللي مشات دارت التحاليل ولكن باقي ما خرجوش ليها، غادي نشوفوا في الحلقه الماجيه ان كريم غادي يمشي يجيب هاد التحاليل هادو، ولكن غادي تصدم صدمه كبيره ملي غادي يلقى ان الاخت ديالو مريضه بمرض خطير في الراس. وهذا المرض هذا اصدقائي غادي يقول له الطبيب اللي هو حاجه خطيره بزاف، حيت عندها ورم في الراس ديالها. كريم غادي ينهار وغادي يبدا يبكي وما غادي يعرف راسو شنو غادي يدير، وغادي يعيط على جوديا. المهم اصدقائي جوديا غادي تجي عنده باش تواسي، حيت الاخت ديالو غادي تزاد عليها الحال وغادي يضطر انه يديها للمستشفى باش تقدر انها تعالج. وجوديا غادي تجي وغادي توقف مع كريم وغادي تقول له بلي هي ديما معاه، وبلي هي غادي تبقى معاه وغادي تبقى مسانده، ماشي وباللي هو ماشي بوحدو. المهم اصدقائي غادي تبقى معاه حيت هي اصلا باقا كتبغيه، وكريم عارف باللي جوديا باقا كتبغيه وباللي كتغير عليه من شيماء. العلاقه ما بين شيماء وجوديا غادي تزعزع وما غاديش تبقى كيف كانت، خصوصا ان غادي نشوفوا في الحلقه الماجيه ان شيماء غادي تعرف ان مشات جوديا عند الام ديالها وحكات ليها كل شيء، وحكات ليها باللي شيماء كيعجبها كريم. وهنايا غادي تجي شيماء عند جوديا وغادي تبدا تخاصم معها، وغادي تقول لها باللي ماما كان عندها الحق في داكشي اللي قالت لينا عليك، وباللي انت هي الفعه وما كتستاهليش انني داكشي اللي عاودت لك وانني قربتك مني واعتبرتك اختي. يعني العلاقه ما بين شيماء وجوديا غادي توتر. وغادي نشوفوا كذلك شيماء في الحلقه الماجيه انها غادي تخرج ثاني من الدار وغادي يسحب لها بلي نبيل صافي نساليها الموضوع ديال الجنين، ولكن غادي نشوف ان نبيل كان موجد ليها خطه باش يحيد لها الجنين باي شي وسيله. وهاد الخطه هذه انه غادي يخليها حتى غادي تخرج وغادي يضربها بالطوموبيل، تما شيماء فين غادي تخسر الجنين ديالها، وغادي يطلقها نبيل في الحلقات الماجيه. غادي نشوفوا ان شيماء غادي تدخل في واحد الدوامه ديال الحزن، ولكن الشخص اللي غادي يساعدها باش تخرج من الدوامه هذه هي كريم، وغادي تزيد تبغي كريم كثر وكثر وغادي تزيد تعلق به، وغادي تقول لهم باللي هي كتبغي كريم
وصافي. وحيت هي داخله في دوامه ديال الحزن وغادي تبقى في الام ديالها، ما غاديش عارف ما دير ليها، غادي توافق على انها تكون عندها علاقه بكريم. وغادي نشوفوا ان جودي هادشي هذا هو اللي ما غاديش تبغي، وغادي تمشي عند كريم وغادي تحاول انها تقنعه باش ما يجيش يخطب شيماء. وغادي نشوفوا انها غادي تبدا تبدل على الحاج بن سالم، حيت الغيره ديالها غادي تولي تبان كثر وكثر على كريم. الحاج بن سالم غادي نشوفوا في الحلقه الماجيه انه من داك الدواء اللي قال له الطبيب ما يبقاش ياخذه ديال الجهد، غادي يبقى ياخذه، وهذا الشيء هذا غادي ياثر ليه على القلب ديالو. غادي نشوفوا في الحلقه الماجيه انه غادي ينهار وغادي يطيح في الارض. وغادي نشوفوا ان جودي غادي تكون جايه وغادي تشوفوا وغادي تبدا تغوت وغادي تقول لهم باش انهم يجيو يعاونوها. وفعلا ملي غادي يجيبوا للطبيب غادي يقول للطبيب باللي هو نصحو باش ما يبقاش ياخذ داك الدواء، وهو ما داهاش فيه حيت هو اصلا الصحه ديالو غير على قد الحال. وجودي غادي تقول للحاج بن سالم باللي خاصو يديها في صحته وما يبقاش ياخذ داك الدواء، وباللي هي باغاه كيف ما كان، كيف كان كياخذ داك الدواء كيف ما كانش كياخذه، فهي باغاه وكتبغيه بزاف. اما زيزو اصدقائي، زيزو مثلا مستمره في الخطه ديالها. في الحلقه الماجيه غادي نشوفها انها غادي تهز من الفلوس ديالها 20 مليون وغادي تعطيهم الفطومه، غير باش انها تقدر تثبتها باللي فعلا غادي تربح معاها وباللي غادي تقدر تدخل فلوس الى تشاركات معاها. في الحلقه الماجيه غادي نشوفها ان فطومه غادي تعطي بزاف ديال الفلوس لمنير، وغادي يعطيهم كذلك لزيزو. زيزو اللي كتوجد خطه كبيره باش انها تقدر تدي كاع الاموال ديال فطومه وتقدر انها تهرب، حيت هذاك الزواج وداك العدو اللي جابت داك الشيء كله ما كاينش، وبلي هي اصلا ما سميتاش عزيزه من الاصل، وبلي هي كتنصب على الناس وكتمشي تغبر. هذا الشيء هذا اللي كديرو ديما. اما بالنسبه لاصدقائي الكنزه، كيف ما قلت لكم ان كنزه غادي نشوفوا في الحلقات الماجين ان غادي تفيق فاطمه وما غادي يوقع لها حتى شي حاجه، وغادي نشوفوا انها غتبقى مستمره. وغادي يقول لهم تاني الحاج اللي كيمشيو عنده باللي هو عنده واحد المشيه للدار البيضاء وباللي بغاهم انهم يمشيو معاه، وغادي يعجبهم الحال بزاف معاه وغادي يتهلا فيهم. هنايا كنزه غادي توافق باش انها تمشي معاه لكازا للدار البيضاء، وهي ما عارفاش ان الاخت ديالها اصلا كاينه تما اصدقائي فين غادي تشوف الاخت ديالها وغادي تفاجئ بزاف من اللي غادي تشوفها. حتى الاخت ديالها اصلا قالت ليها باللي هي مشات الخليج، وهنايا غادي تكتشف باللي الاخت ديالها غير كتكذب عليها. المهم اصدقائي مازالين احداث اللي هما شيقين بزاف، ومازالين غادي نشوفوا ان العربي غادي يعاود الجوديه كل شيء، يعني غادي يعاود لها في الحلقه الماجيه القصه ديالو، غادي يقول لها علاش هو كيقلب على داك التليفون وشنو هي المكالمه اللي كانت جاتو من داك التليفون، وباللي الانسانه اللي عيطات له في التليفون قالت له باللي هي البنت ديالو من الخدامه اللي كان كيخون معاها في الطومه. داكشي علاش كيقلب على داك التليفون وباللي خاصو يلقاه بالزربه. وداك التليفون اصلا اصدقائي كاين غير عند جوديا غير مخبيه، وهي حيت بغات تنتقم منه حيت هي عارفه باللي هو الاب ديالها، خبات داك التليفون باش يبقى مشكل ويبقى يقلب عليه ويبقى ديما خايف من فطومه انها تكتشف شكون اللي عيط عليه داك النهار. المهم اصدقائي هادو هما الاحداث اللي غادي يكونوا في الحلقه 20 والحلقات الماجيه من مسلسل جوديا. كنتمنى نكون حكيتهم لكم بطريقه جيده، وتبارك الله عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم وحلقه جديده.